فكان من المواقف أن الطلاب قالوا أستاذ نبغى نروح وياك عمرة، ولعلي أختم بهذا الموقف. قالوا نبغى نروح معك عمرة. قلت طيب ما في إشكال. جمعت الطلاب، اخترت منهم يا إخوان قرابة تقريبا حول 27 إلى 30 واحد. زادوا عليهم وأنا والله ما أذكر، لكن العدد يعني وصل حول 38 35 طالب تقريبا. عرضت الفكرة على المدير. قال المدير لا بعد ويش خلي الطلاب يروحوا وياك، لا ويش يقولوا أبائهم ويش يقولوا أمهات، لا أنا ما أبغى يروحوا وياك. قلت يا عاد خلاص أتقنت اللهجة أنا الحين، حفظت اللهجة ما عاد فيها، قد مر علي 3 سنوات. قلت له يا أستاذ يعني أنباهم وياي ينبسطوا كذي يعني. قال ويش؟ قال بلسانك. قلت بعد خلاص بعد من رابع القوم بعد كم حنا لنا معكم الحين. الطلاب ثاروا ذيك اليوم. قال ليش المدير رافض نروح مع الأستاذ إبراهيم؟ لازم فيه سبب. والله يا إخوان يدخلون عليه يا أستاذ ليش ما تبغانا نروح مع الأستاذ إبراهيم؟ قال تعرفوا السيد فلان والسيد فلان يقولوا دولين سنة ممكن يقتلكم ممكن يذبحكم ممكن يسويكم كذي يسوي فيكم كذي، ترى انتبهوا. عليكم السلام. اللي يتسنن ترى يجلدوه 100 جلدة، ترى انتبهوا. الطلاب خافوا. جووني ثاني يوم قالوا أستاذ صحيح أنتوا كذا وكذا كذا. قلت أنا ما أبغاكم تحكمون علي، تعالوا معي وبرسل لكم الأوراق وارسلوها لأبائكم تبون تشوفون أنتم بعينكم. واحد منهم ما شاء الله شجاع يعني يعجبك، شاطر ومؤدب ومتكلم، متكلم ما هو بسيط. الشاهد دخل على المدير قال مديرنا أستاذنا حبيبنا أنت مديرنا وأنت كذا كذا، لكن نرجوك اجعلنا نرى إن كنت تقول لنا الأستاذ على باطل، طيب خلنا نشوف الباطل اللي عنده ونتجنبه. إذا أنت تقول إنك خايف. قال أبائكم مش أقول لهم؟ قالوا إحنا مسؤولين عن أبائنا ما هو مشكلة. يا أخوان أبو أحد الطلاب من عيال السيهاتي ويروح يكلم عمه اللي يصير السيهاتي الكبير هو صاحب باصات أرامكو، فقال عندنا أستاذ دين يبغى يطلعنا المدينة ومكة، نبغاك تعطينا باص. قال أنتم تثقون بالأستاذ؟ هل هو متشدد؟ هل هو كذا؟ هل هو وهابي؟ هل هو؟ قالوا له يا عم أنت تعالوا شوف الرجال. جاني ثاني يوم مع واحد بعمامة. السلام عليكم السلام، نبغى الأستاذ إبراهيم. صوت المدير. جيت قال المدير ادخل أستاذ إبراهيم ينبوك. شو مثل؟ قال ما أدري وش جايين يسوي ينبوك ده ينبوك حق يقولوا مشاكل وكذي ينبوك. قلت أنا مشاكل؟ 3 سنوات ما حد اشتكى مني من الطلاب وكلهم ناجحين، بعد ايش تبغى؟ ما عاد فيها، ما حد عندي راسب. قال والله ما أدري بس شوف السيد ينباك يبخوفني يعني الحين. قلت وين السيد؟ قلت هذا السيد. قال لي هذا السيد. قلت هذا اللي قدامي؟ قال لي. قلت طيب ما عليه مو مشكلة. دخلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. سلام سلام اجلس. قال السيد تعدل. قال استاذ يعني ما نبغى نكثر كلام وكذي يعني احنا كثرنا وياك ما نبغى نكثر هالمرة ذي يعني. قلت قال حق ويش تبغى تاخذ الطلاب؟ شوف لاحظ الأدب. قلت والله أبغى أمشيهم وأتمشى معهم. قال يعني ما تنبغى طلابنا؟ عندكم السنة كثير. قلت والله الكثير ذولا ما هو بحولي وأنا حقيقة الطلاب أحبهم. قال أستاذ الله تحب طلابنا؟ قلت بعد ايش رايك؟ بعد أحبهم، أبغى لهم الخير، أبغى لهم الجنة يا أخي، ما أبغى لهم النار. جلس شوي قال بس كيف يعني أبغى أفهم يعني كيف بيروحوا وياك؟ هذا اللي محيره، ليه بيروحون معك؟ شو السبب اللي يخليهم يروحون معك؟ قلت صراحة أنتم لصار مدرس عندكم كأنه وزير. والله يا إخوان المدرس عندهم كأنه وزير، إذا كلم الطالب قال له انقلع شوف وجهك وراح. ما يعرف يكلمه بأدب وباحترام ويعني يتودد إلى قلبه. والله يا إخوان تدري حتى طلب شو يقول لي؟ يقول يا أستاذ والله ما يقول أحد المدرسين تعال يا طويلبي، تعال يا وليدي، تعال يا حبيبي اجلس عندي عطني اللي عندك. يقول لا يا حمار تعال، يا حمار روح أجلكم الله. والله قدامي أحد المدرسين قال حق أحد الطلاب وعزه الطالب هذا، قال أنا قايل لك يا حمار يا محمود أنت مذموم ومحمود، انقلع لا شوف وجهك هني. قلت لا أفا ينبغي أن تقول له هذا الكلام، ولقد كرمنا بني آدم. قال سيزهقوني وكذي. قلت يا أخي مهما كان ترى الطالب يحقد عليك. وأمسك برا قلت له شفت شوف شلون، شفت مدرسينكم، شفت السنة وش حلوهم، شفت أدب أهل السنة.
قال والله استاذ والله انا اعرف انتون على حق، بس انا ما انا قادر اخاف، انتون على حق. يقول قلت له طيب ليه ما تتسنن؟ اقول له ليه ما تتسنن؟ قال استاذ مو الحين، انا خاف الحين. قلت الله يستر عليك. مشت الايام، جاني هذا السيهاتي مرة ثانية قال لي كم باص تبغى؟ والله يا اخوان قلت ابغى باص واحد 40 راكب باكله وشربه كما يقال باقتابها وحلاسها، اريدها كاملة. قال شوف ودنهم مو بودهم، ودنهم واقعد وياهم، وايش تنبى انا اجيب لك، اتصل علي، تنبى اكل تنبى شرب ناقصك شيء فلوس حاجة انا اجيب لك، امن لك كل شيء. وجزاك الله خير، اجل انا ابغى الباص يطول العمر في اليوم الفلاني وباخذ الطلاب معاي. المدير زعلان يقرص بصابعه وبديه، ليش؟ قال كذا، هذا سني، هذا كذا، ويعني ما نقول جزاه الله خير، نسأل الله يهديه السيهاتي ذا، يعني في خير هو، حتى يدعم الجمعيات الخيرية السنية يدعمهم. فالشاهد من القضية جاب الباص يوم الربوع والطلاب مبسوطين. والله يا اخوان يطلعوا معي الطلاب، اول ما طلعوا معي الطلاب كل الطلاب الشيعة اللي في القطيف مستغربين، مطوع بلحية في وسط الباص، طلاب كلهم أسود بأسود، وبعضهم كاتب يا حسين، وبعضهم يا زهراء، وبعضهم فدوة لك يا محسن، اللي هو طبعا اللي موته عمر على ما يقولون رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من القضية ركبت الطلاب، ودعت المدرسين، والمدرسين كل واحد يقول لي ترجعوا بالسلامة إن شاء الله، ترجعوا بالسلامة. قلت الله يسلمك، جزاك الله خير على هالود والحب اللي أعطيتني إياه. وأخذ الطلاب بالعصيرات بالغداء بالعشاء. والله يا إخوان معي في جيبي ما يقل عن 8000 غير الباص، طبعا بفواتير. طبعا حط بالك أنك لا تتحرك إلا بفواتير، لأنك ربما تتهم، وربما تكون عندك أدلة. وسجلت الرحلة كاملة ذاك الفترة، لكن للأسف كانت صوتية ما كانت فيديو، لأنه ما استعدنا لها فيديو أصلا ولا توقعت أنهم يوافقون. فأخذت الطلاب أول ما طلعنا الطريق وأمسك الميكروفون، وهاتك يا منهج أهل السنة، ضرب والله يا جماعة، لدرجة الطلاب كانوا الله المستعان يقول أستاذ غني لينا غني لينا. قلت شو أنا غني ليكم؟ قال كذي زي اللي تقولوا أنتوا طلع البدر علينا قلت هذه مو أغنية يا غبي، هذه أنشودة، ولا هي عندنا ترى، مي بثابتة طلع البدر علينا. قال أجل وش اللي عندكم؟ واعطيهم اناشيد، حطينا لهم اشرطه الله يذكر بالخير الشباب المنشدين، بعض الاناشيد مثل اناشيد الشيخ سعد الغامدي، واللي هي من ضمنها الغرباء او غرباء الى اخره. الطلاب غرباء ذي يا جماعه، لين رجعنا بعدها بشهرين وهم يرددونها، الين رجعنا بشهرين وهم يرددونها. اخذتهم وصلنا الى الميقات، كل الطلاب باحراماتهم وانا باحرامي. واحد منهم لكيع شوي قال لي أستاذ حق ويش انتون يعني تلبسوا هني؟ قلت وانت وين تلبس يا أخوي؟ قال هني. قلت طيب كيف تلبس؟ قال احنا نحط الإحرام مني ما نحطه مني. قلت أنتم يسار يعني؟ قال نعم. قلت يعني أنتم غيرنا؟ قال لي. قلت احنا نطلع اليمين؟ قال احنا نطلع اليسار. قلت شوف انت تراك هنا بين يدي، طلع اليمين لا أوريك. أقول له طلع اليمين لا أوريك. قال أستاذ ما اتفقنا كذي أستاذ. قلت أقول طلع اليمين وأنت ساكت. طلع اليمين كل الطلاب طلعنا، طبعا كانوا أول متوسط. أخذتهم وصلنا إلى الحرم. هذه المصيبة الطامة الكبرى. أول ما وصلنا الحرم قلت يا شباب أنتم لبيتوا صح؟ وهم لا شافوني سكت، لأنه تعرفون طريق وتعب، وفي الليل وصولنا كان يعني بعد الفجر أو على الفجر تقريبا، فكانوا الطلاب ينامون لبيك اللهم لبيك، لازم طبعا اللفة هذه إن الحمد والنعمة لك والملك يا علي يا علي ويضربون. فقلت لهم شباب رجاء الكلام ما يصلح، لبيك فقط لله تعالى، الإمام علي خلوا بعدين. قالوا طيب. ناموا وخدروا. يوم جينا وصلنا إلى الحرم قلت لهم شباب، قاموا. قلت يلا شباب. قال يا علي خلعتنا. قلت رجعنا يا علي، رجعنا يا علي مرة ثانية. قال خلعتنا. قلت طيب يلا نزلوا. نزلوا الحين كلهم منبهرين. تخيل مجموعة 35 طالب معك كلهم ربع متر وانت بينهم. دخلنا من الباب، العسكري اللي واقف طالع الحين هذول وشو سنة شيعة، كل واحد بالكتاب حقهم، طبعا الكتب حقتهم تختلف يعني الكلام اللي فيها يختلف، أدعية ما أنزل الله من سلطان. أول ما جو كذا تخيل 35 طالب، أول ما جينا على باب الملك عبد العزيز يبدو لي أو باب السلام والله أعلم، ويسجدون كلهم
والعسكري طالع أنا ما أدري إيش الموضوع. قلت أطالع بالله، قلت قوموا فشلتونا حسبي الله، قوموا وقومهم. قال واحد استاذ عادي استاذ يقول والله يا جماعة وأنا في حيرة من أمري والعسكري ناظر وش الموضوع ايش السالفة. قال لي جاني العسكري مهووس حجازي هو، قال لي يا ابويا انت تعال يا ابويا تعال ايش الحركات حقتك هذه. قلت ايش فيك؟ قال يا ابويا انت بتجنني. قلت لا والله يا اخي ماني مجنن. ايش الجماعة انت سني ولا ايش؟ يقول لي قلت انا سني ابا عن جد. يا اخوي ذولا طلاب جايبهم معي. قال يا ابويا بلاش بهلل يا ابويا تعال قل لي فهمني الطالب ايش بو يسجد هنا يا ابويا ما في مكان سجود هنا. قلت والله يا اخي الحبيب ترى الموضوع كذا 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 كذا. قال ايوه قل لي كذا يا ابوي انا والله حقيقه يعني انا ماني قادر ايش اقول لك يعني تدوختني بكلامك هذا. قلت الله هذا كلهم شيعه واستعن بالله وفكنا الله يرحم ابوك خلينا ندخل داخل قبل ما يغيروا الراي ويعودون واخذهم معاه وندخل. يوم دخلوا اول ما دخلوا شافوا الكعبه قدامهم. انا قلت الحين بيدعون كذا كلهم قلت لهم يا شو قال استاذ هني وقف الامام علي استاذ او يبكون. فقلت له حسبي الله عليكم وين وقف الامام علي؟ قال استاذ هني يقولوا ويصيحون والثاني والثالث والرابع. قلت فشلكم والله قوموا هالكعبه قدامكم نبي نطوف الطواف اول شيء. قال استاذ لا احنا غير استاذ احنا غير استاذ ما نبغى نطوف الحين. ايش بتسوون؟ قال نبغى نصلي. ايش بتصلون؟ قال استاذ نبغى نصلي حقيقه ما اقدر انام ما اجي الكعبه كذي ما اقدر. خليتهم على راحتهم قضوا. قلت لهم يلا شباب نبي نطوف. الله المستعان. فاول ما بدينا بالشوط الاول قلت يلا شباب نرمل في اول 3 أشواط. قال لا استاذ اول مره اسمع الكلام استاذ ما انبا. قال صراحه استاذ مو عندنا هالكلام. قلت شوف والله ان ما طفت الحين زي ما اقول لك شوف العسكري اللي هناك. قال استاذ قلت ترى بقول له انك انت ترى من اللي بيفجرون في الحرم وانت شيعي وجاي من ايران. يوم قلت كذا تقول صب عليهم ما بارد. قال استاذ ويش اللي تنبى تسوي احنا بنسوي استاذ ويش اللي تنبى وياك. واخذهم يا جماعة ونطوف. ذكرتها للشيخ سلمان العودة الله يذكره بالخير وكاد الشيخ أن يتقطع بطنه من الضحك. يقول لي أنا ماني متصور أنهم جو معك. قلت هذه ترى من يعني السوابق الحمد لله السابقات التي لم نسبق إليها. خلصنا الطواف وين بتروحون؟ راحوا عند مقام إبراهيم. والله يا جماعة اللي مسح واللي لحس تخيلت يلحس المقام. تخيلت أنت الآن الموقف وأنا تلل فيهم مو هو بهنا مو هو بهنا ورا صل ورا مو هو بهنا. والعسكري واقف وجانا حق الهيئة جزاه الله خير في الحرم هناك. قال يا شيخ بعدهم عن الناس تبغى تصلي. قلت والله يا شيخ ذولا ترى الشيعة معنا في بداية المطاف اسمح لي شوي. قال طيب يلا هيا ورينا. طلع واحد ورا الثاني ما في فايدة. اسحب الثالث يطلع الرابع الخامس إلا بيلحس المقام يوقف بركة. طيب ليش؟ قال استاذ يقولوا ده زين يعني حق البطن وكذي يعني هذه يعني يعافيك بإذن الله من الأمراض. قلت تدري وش موجود؟ قال وش موجود؟ قلت وش اللي داخل؟ قال الإمام شلون كلمته سيدنا إبراهيم. قلت سيدنا إبراهيم هنا؟ قال هنا شوف رجل استاذ هذه رجل سيدنا إبراهيم. قلت طيب إبراهيم الآن بيشفيك عليه الصلاة والسلام. قال استاذ وإيش فيك شدد علينا استاذ يعني ده النبي إبراهيم ما يشفي من يشفي. قلت الله قال الله فوق كل شيء بس هو معه يعني هو مع الله. طبعا هذا اعتقادهم في الولاية صلى الله عليه وسلم والعافية. الشاهد رجعتهم طافوا بعد الطواف شربوا من ماء زمزم وإذا بهم كلهم شالوا حراماتهم تسبحون ماء زمزم. يا علي يا الله ويش هذا يا استاذ والله شيء عدل ويتسبحون ويسعوا صدورهم. يوم داخل وديتهم للسكن قومت واحد منهم أقول له قم صلاة الفجر. قال استاذ لا ما صلي الحين استاذ ويرقد مرة ثانية. متى تصلي انت؟ قال استاذ إذا قبل شروق الشمس بشوي. قلت لا قوموا صلوا قوموا نصلي مع بعض. الشاهد يا أخوان الطلاب أخذتم معي إلى مكة ورجعوا كان أول سؤال يتبادر إلى الذهن ماذا قال لكم الأستاذ وماذا فعل لكم الأستاذ. والحمد لله خرجنا من هؤلاء 30 ب9 كلهم تسننوا فضل من الله تعالى. واحد منهم بيتخرج سنة هذه دكتور إن شاء الله.